أهلا وسهلا فيكم متابعيني، إن شاء الله تكونوا بخير. بغيت أتشارك معاكم طريقتي في تحضير خبز البصل أو المحاجب على الطريقة الجزائرية. يلا نبدأ مع بعض في التحضير. اللي هنا عندي تقريبا كوبين من الطحين الأبيض، وملعقتين كبار سكر، وملعقة وسط من البيكنج باودر، وملعقتين ملح، والطحين الرطب اللي هو أو السميد الرطب عشان العجينة. وتقريبا هنا 700 ملي أو شوي من الماء الدافي، أنا دفيته الماء. راح نحط كل المقادير في العجانة، وراح نعجن. هنا السميد الرطب أخذت تقريبا كيلو، مع كوبين من الطحين الأبيض، وملعقة كبيرة من البيكنج باودر هي خميرة الحلويات، وملعقتين كبار نفس الشيء سكر، وملعقتين كبار ملح. فراح نخلطهم كلهم مع بعض بالماء الدافي اللي تقريبا كان 500 ملي. راح نخليهم ينعجنوا على مهلهم على سرعة متوسطة في البداية لمدة تقريبا 10 دقائق إلى 15 دقيقة. راح ينعجنوا على هذه السرعة، يعني سرعة متوسطة. وبعدها بعد ما يمر 15 دقيقة من العجن على السرعة المتوسطة، راح نعجنهم مرة ثانية 15 دقيقة بسرعة سريعة. يعني هنا نفس الشيء، ضفت عليهم المي شوي شوي عشان بانت العجينة انها ناشفة. فتقريبا كمية المي كانت 700 ملي. هنا زودت السرعة، هنا عليت السرعة لمدة تقريبا 15 دقيقة، يعني مدة العجن كلها العجانة تاخد 30 دقيقة. وبعدين نخليها ترتاح نفس الشيء لمدة نص ساعة عشان العجينة ما تعبنا ونمسكها. العجن السريع عشان نمكن العجين المكان تحت. أنصحكم بهذه الطريقة عشان العجينة أو العجين يكون معاكم مضبوط والعجينة تكون طرية. شوفوا هنا القوام مالها طري. حطيت عليها تقريبا نص كوب من الزيت، غرقتها في الزيت عشان يساعدها الزيت بعد تزيد تطرى. وسكرت عليها بورق النايلون، سكرت عليها بورق النايلون، وخليتها ترتاح لمدة تقريبا نص ساعة نفس الشيء لين ما أجهز الحشوة مالتي. الحشوة اللي هي عبارة عن بصل نفس ما انتم تشوفوا الحين. أخذت تقريبا نص كوب هنا نفس ما قلت لكم من الزيت، زيت الطبخ العادي مش زيت زيتون. شوفوا كيف انعجنت ما شاء الله عليها. فراح أخليها ترتاح، ما بسوي لها ولا شيء، بس اللهم أدخل شوي زيت فيها وألمها في أغطيها في الورق النايلون. بس أدخل فيها بس هذه الحركة عشان الزيت تدخل في العجين ويساعدها أنها تزيد تطرى أحسن أو أكثر. فأخليها على راحتها لمدة تقريبا نص ساعة أو لين ما أخلص أجهز الحشوة اللي هي عبارة نفس ما تشوفوا هنا. أنا تقريبا أخذت كيلو بصل حجم متوسط لأن نحن عائلة صغيرة، 4 حبات طماطم تكون حمراء، راح أقشرهم. وأخذت هنا حبة فلفل، إذا اللي يبغي فلفل بارد أو فلفل حار على كيفه. أنا أخذت فلفل بارد. راح أضربهم كلهم في الخلاط هنا مع البصل
البصل 4 حبات تقريبا أو 5 حبات بصل مع حبة فلفل أخضر بارد أو حار اللي تفضلوه، أو اثنيناتهم مع بعض يمشي الحال عشان نعزز زينتنا. أنا أحب ريحة الفلفل لأنه عيالي صغار فخليه بعد أخذ معنا ما شاء الله عليه، فما أحب الفلفل يعني بزيادة في بعض الأكلات. هنا نفس ما انتم تشوفوا هذا الشكل هو اللي حبيته، وهذا أحب ريحة الفلفل مع البصل. هاي البهارات أخذت زعتر ناشف، فلافل مشكلة، كزبرة مطحونة، وبهارات اللحم، وطماط مطحونة، وملح. بس هذا اللي حطيت، وزيت الزيتون، ما حطيت لا ثوم ولا شيء ثاني. هذه هي الخلطة اللي أنا أبغيها أو أعتمدها، لا هي مقطعة الطماط كلها ولا هي مطحونة كلها، يعني وسط. هنا حطيت زيت زيتون وخليت الملح خليت البصل عفوا ينزل الماء ماله، وكان عندي شوية لحم مفروم ضفته عليه عشان تكون يعني غنية بالفيتامينات. فهذا هو الشكل النهائي، راح تشوفونه معاي بعد شوي. الحشوة مالتي أو الحشوة مالتي اللي أنا أستخدمها أو أعتمدها في المخبوزات، سواء الفطاير أو الأكلات الشعبية. وهنا نفس ما نعرف إنه بعد هنا في الخليج يسمونه المطبق، يعني موجود بنفس الطريقة بس الاسم يختلف، ومرات الحشو بعد يختلف، كل واحد كيف حشوتهم. في البعض منهم يحطون كرات وبصل وبيض، وفي بعضهم لا، بصل وطماط ولحم مفروم، وفي بعض سبانخ، على حسب. يعني كنت شاركت معاكم في المرات اللي طافوا أو العوام اللي طافوا. هذه هي الحشوة اللي أنا أعتمدها. كنت جربت معاكم أو حطيت وصفة المطبق محشي بالسبانخ، يعني أولادي بعد يحبونه. يعني هذه الأكلة أو هذا الطبق معروف هنا باسم مطبق. هذه هي الحشوة، لا هي حمراء ولا هي صفراء، حلوة يعني، حتى الطعم كان حلو. أنا أحب أخليه فيها شوية ماي عشان تقدر تمشيلي في العجين وما يجي العجين ناشف، أو الحشوة بعد ما تزيد تنشف العجين. فأنا أعتمدها بهذا الشكل. شوفوا كيف شوية الماء يوم تسوي هذا البقبقة أنا بسكر عليها وبخلي هذا شوي الماء موجود فيها عشان يساعدني يوم أفردها على العجين، تساعدني بتمشي بسرعة، يعني بسرعة تتوزع على العجين، ما أحبها ناشفة بزيادة. وهنا كورت العجين مالي كويرات صغيرة نفس ما انتم تشوفوا. وهاي الحشوة مالتي جاهزة، والزيت اللي راح أفرد بيها العجين، وهذه التاوة اللي راح أسوي عليها المحاجب. يعني هذه الطريقة اللي هي تعلمتها من عند خالتي، ونحن في الجزائر نعملها بكذا طريقة، يعني كل واحد وطريقته. في بعض من يفردهم كلهم مع بعض، وفي يعني كذا طريقة معتمدة على حسب المنطقة. راح تقريبا أراويكم الطرق هذه أو الكيفيات هذه في الفيديوهات الجاية، سواء إذا كان مع المطبق أو المحاجب أو أي شيء أو خبز بصلة، راح أراويكم الطريقة كيف بتكون. هذه أكلات شعبية، يعني ما يلحق علينا صيف إلا والعائلات الجزائرية كلها عبر التراب الوطني إلا وما تكون موجودة في البيت أو ياخذونها معاهم حتى لرحلاتهم وطلعاتهم يعني. فبسطت العجينة الأولى، خليتها تستوي من الصوبين على نار هادية، بعدين حطيت عليها شوي زيت، رشيت عليها شوي زيت، وبعدين حطيت الطبقة الثانية، يعني هني سويتها طبقات. هذه الطبقة الثانية، بعدين أقلبها على الصوب الثاني، وأحط الحشوة على المكان اللي استوى فيه، اللي مستوي نفس ما هنا حطيت عليها. والحين راح أزيد أفتح العجينة الثالثة أو الكرة الثالثة، الكويرة الثالثة. الطبقات هذه أنا أحط فيها 4 طبقات، أي يعني 4 كويرات،
في من يحط 7 وفي من يحط 5، كل واحد وعلى شيء اللي تعود عليه. أنا تعودت إنه تعلمت أو تعودت على 4، فأحط 4 طبقات، وبين كل طبقة وطبقة بحط حشوة، وبعدين أرش عليها رشة خفيفة من الزيت. شوفوا كيف استوى ما شاء الله عليه، يشهي ودائري. الحين هنا أقسمت الخبزة الأولى وما شاء الله عليهم عيالي أكلوها في الحين، يعني ما خلوني حتى أحط الطاولة يعني وأرتبها. يلا صحة وعافية، وإن شاء الله راح أعيدها لكم مرة ثانية. وهنا راح سويت الخبزة الثانية، يعني العجينة كفت خبزتين كبار. هاي العجينة الخبزة الثانية 4 طبقات، نفس الشيء قطعتها هنا، وما لحقوا أولادي حليلهم من الريحة ما شاء الله عليهم، خلصوهم كلهم. وبعدين لأنه بس خبزتين والباقي الحشوة فما كفتني، فسويتها كذي خبيزات مطبق سعودي أو مطبق خليجي نفس ما تشوفوا انتو هنا. راح أحشيها الحين بالحشوة وأسكر عليها. هنا جتني تقريبا كفتني 3 خبزات أو 3 مطبقات، وبعدين الباقية حطيتهم مسمن عشان نتقهوى بيهم الصبح. تقريبا كانوا 3 أو 4 حبات نفس الشيء، 4 حبات مطبق و4 حبات مسمن، أو 4 حبات محاجب، نحن نقولهم محاجب. فراح تشوفونهم معايا للأسف، يعني نفس ما تشوفوا على الفرن على الغاز، يعني وحدة محشية ووحدة سادة. وكانت كان هذا هو طبق اليوم. أتمنى أنكم تجربوه وينال إعجابكم. صحة وعافية.